مثل ما شايفين طرق شبه خالية. طبعا هالشيء من عدم استطاعة الأهالي التجول داخل الحي هي نتيجة إطلاق النار الكثيف والمستمر من قبل قناصات، بعض منها متمركزة في مشفى حمص الكبير، بعض منها على أطراف الجزيرة السابعة، بعض منها كذلك أما متمركزة في بساتين الحي. عصابات الأسد عندما تقوم باستهداف الحي برصاص قناصات تصطاد الأهالي بالأخص الأطفال وكأنهم عصافير أمام أعينهم. وهلا سمعانين إطلاق النار اللي هو لا يكاد يتوقف على الحي. فإذا حاول أحد الأشخاص إنه يقطع الطريق من جهة إلى أخرى فراح يحاول إنه يسرع بقدر الاستطاعة لحتى ما يترصدوا قناص، ولكن عصابات أسد تزيدها بقناصات إيرانية وعناصر من مختلف الميليشيات اللي دخلت إلى الدولة السورية عم تقاتل مع هذا النظام، عم يتمركزوا على أطراف الحي ويصير إطلاق النار بشكل عشوائي ممنهج. إن كان مو لاستهداف المارين بالطرقات يتم إطلاق النار حتى يتم إرهاب وترهيب الموجودين داخل الحي حتى يعيشوا بأجواء مرعبة ومخيفة. وهذا الحي اللي عم يقطن بداخله 150,000 نسمة هو محاصر من حوالي عام ونصف.